السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا من جديد في قناه وصفاتنا ديال فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غنشارك معكم طاجين ديال الدجاج. فصراحه تقريبا كل شيء كيعرف يدير الطاجين، ولكن ما فيها باس انني نشارك معكم طريقتي في التحضير ديالو. فهاد الدجاج هذا كيجي رائع جدا. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتشاهدوا الفيديو للاخير. خليكم معايا وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركه الله ندوزو لتحضير الوصفه ديالنا. بالنسبه للمقادير غنحتاجو كميه ديال الدجاج واللي تيكون بطبيعه الحال على حسب الافراد ديال العائله ديالكم. غنحتاجو جوج ديال البصلات اللي تيكونوا بحجم متوسط، اللي تيكونوا مقطعين رقاقين شي شويه. غنحتاجو زيت المائده اولا زيت نباتيه. غنحتاجو بالنسبه للتوابل غنحتاجو 2 معالق صغارين ديال السكينجبير. فكما كتعرفوا الدجاج كيبغي السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره عفوا ديال الابزار اولا الفلفل الاسود. الملح وسيبقى الملح على حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال البابريكا اولا التحميره، وشويه ديال اولا معلقه صغيره ديال توابل ديال الدجاج عفوا الا كانوا متوفرين. الا ما كانوش عندكم فماشي مشكل. غنحتاجو 2 فصوص ديال الثوم اللي تيكونوا كبارين شي شويه، وشويه ديال القزبور والمعدنوس. غنديروا كلشي في شي طبسيل. فالمقادير غتلقاوهم كما العاده مكتوبين في اسفل الفيديو اولا في صندوق الوصف. غنخلطوا كلشي دوك المكونات وغنزيدوا عليهم شي شويه ديال الماء، تقريبا ربع كاس ديال الماء. غنخلطوا كلشي مزيان وغنشرملوا الدجاج ديالنا مزيان مزيان. صافي غنشرمل وحده بوحده وانا كنحيدهم نحطهم في داك الطبسيل نيت. ومن بعد غنفرش في القاع ديال الطاجين ديك البصله اللي قطعنا في الاول، حتى هي غنخليو ليها شويه ديال ديك الشرموله. صافي وغنفرشها مزيان في القاع. ومن بعد غنستف عليهم دوك القطع ديال الدجاج. ومن بعد غنحط طاجين على نار اللي تكون مهيله، وباش باش اننا نشحروا داك الدجاج مزيان مزيان. ومره مره كنحل عليهم وكنقلب دوك القطع ديال الدجاج باش يتشحروا لينا كاملين من كاع الجوايه. صافي غنستمر بحال هكا حتى يتشحر ليا مزيان، ومن بعد غنكملوا باقي المراحل. صافي هنايا فالدجاج ديالنا تشحر مزيان. دابا غنضيف ليه شويه ديال الماء اللي تيكون مسخنينو من قبل، تيكون سخون من الاحسن ما يكونش بارد. فما تضيفوش الماء بزاف، غير شي شويه، تقريبا ربع كاس ديال الماء، ما نفوتوش لحقاش غيطيب على نار اللي تكون مهيله. كما كتعرفوا كاملين راه الطاجين ما كيحتاجش بزاف ديال الماء ولا ما كيحتاجش كاع الماء. فانا ضفت شي شويه ديال الماء. وهنايا عندي شويه ديال الحامض المصير. فكاين اللي كيعجبو الحامض المصير وكاين اللي ما كيعجبوش، فلكم الاختيار، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروهش. وغندير خويط ديال زيت الزيتون اولا زيت العود، وغنغطي عليه ونخليه على نار اللي تكون مهيله بزاف، تقريبا ساعه حتى ساعه ونص. هنايا من بعد ما طاب، هنايا كانت باقي ليه ربع ساعه وغنطفي عليه. غنضيف شويه ديال الزيتون اللي تيكون على حسب الاختيار ديالكم. انا كيعجبني هذا الاحمر هذا كيجي صراحه مع الدجاج. صافي غنضيفو وغنغطي عليه ودوز ربع ساعه هكاك وغنطفي عليه وغيكون الطاجين ديالنا واجد. هنايا الطاجين ديالنا صافي راه وجد. هنايا رافقته مع شويه ديال لي فخيت و سلطه ديال الرز
كنتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم، وكنتمنى انكم تخليو لي ارائكم في التعليق اذا كنتو كتجربوه بهذه الطريقه هذه. الا كنتو كتجربوه بطريقه واحده اخرى فما كرهتش انكم تشاركوها معايا. الى فيديو مقبل ان شاء الله. ما كنتمنى انكم تخليو لي لايك وكلمه زوينه في التعليق. الى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.